السلام عليكم يا احلى متابعين. النهارده جايب لكم وصفه من قلب المطبخ المصري الاصيل، وهي الممبار. هنشوف مع بعض ازاي نغسله وننضفه بسهوله وكمان من غير تعب، وهنحشيه ونسويه بخطوات بسيطه وناجحه من اول مره. لو بتحبوا الاكلات الشعبيه والطعم الاصيل خليكم معايا خطوه بخطوه، ويلا نبدأ سوا. اول حاجة هننقع الممبار بتاعنا في مية ونص كوباية خل، حوالي 10 دقايق كده عشان نعرف نغسله كويس. زي ما احنا شايفين، اول حاجة بقى بعد ما حطيناه في المية لمدة 10 دقايق ان احنا هنبدأ نقطع الممبار بتاعنا، ودي خطوة حسب رغبتك. انا بحب اقطعه من البداية علشان يبقى سهل ان انا اقلبه واغسله من الجنب التاني، ما يكونش طويل معايا ويضايقني يعني. بنشيل الزيادات اللي فيه زي الدهون، اي حاجة جلد كده، ونبدأ ان احنا نغسله كويس وبعدين نقلبه على الجنب التاني بحيث انه يكون مغسول معايا من الاتجاهين كويس جدا. خلال بقى عملية القلب دي انا بحتاج مية علشان تسهل معايا جريان الممبار معايا بسرعة. ممكن نستخدم حنفية بتاع المطبخ مثلا، هنحط فيها الممبار، المية هتعمل ضغط فيه، فهنلاقي ان الجزء اللي في الداخل بيتحرك معانا بينزل بسرعة. او زي ما انا عملت كده دلوقتي بحاول ان انا ادخل مية علشان يبقى سهل معايا في القلب. عشان كده بحب ان انا اقطعه في البداية. ليه؟ لان هو بيكون قصير معايا فاقدر اغسله زي ما انا عايزة. هنحط بقى معلقة دقيق ونبدأ ان احنا نغسله بالدقيق كويس جدا عشان لو في اي زيادات او اي شوايب موجودة. في ناس بتحب ان هي تعمله بالسكينة بحيث ان هي تبقى متنضف معاه كويس جدا. انا حبيت اوريكم الفكرة ان احنا بيبقى ايدينا خفيفة شوية عشان ما يتقطعش معانا. بس طبعا احنا حاليا بنجيبه من الجزار بيبقى مغسول متنضف جاهز. شوية مية قليلين جدا نغسلهم بالدقيق، وبعدين نبدأ ان احنا ننتشله او نشيله من المية دي ونغير له المية بمية احسن. الدقيق ده بيساعد ان هو يشيل اي روائح كريهة احنا مش عايزينها في الممبار، علشان يكون مدينا ريحة جميلة وطعم لذيذ بعد كده. انا بقى بفضل اكرر عملية الغسل زي ما احنا شايفين لحد ما احس ان المية معايا نضيفة جدا مفيهاش اي حاجة كده، يبقى هو جاهز معايا ان احشيه على طول. شايفين المية نضيفة ازاي؟ كده خلاص دي اخر غسلة معايا، كده تمام، احنا جاهزين نحشي الممبار بتاعنا. دي اخر مرحلة وخلاص على كده. بالنسبة بقى للحشو بتاعنا فهي بتكون خلطة بتاعة المحشي العادي. خلطة المحشي اللي بتعمليها العادية بنعملها بالرز ونحشي. دي طريقة من الطرق ان انا ممكن احط كده. ممكن تستخدمي قمع نحط منه الرز في الممبار. لو عندك مكنة للحشو ممبار يا سلام، دي احسن حاجة طبعا. بس انا حبيت استخدم ايدي بحيث ان هو يكون واضح للناس، لاغلب الناس، ان هو ممكن لو حد ما عندوش اي امكانيات ان هو يحشي بيها يقدر يحشيه بايده زي ما احنا شايفين. بالنسبة للاحجام فانا ما قطعت بالاحجام اللي انا عايزة هسويه عليها. انتي بتتحكمي فيها، عايزة كبير عايزة صغير، دي حاجة بايدك انتي. ملحوظة بقى مهمة جدا ان انا لما باجي احشي الممبار بالرز او بالخلطة بتاعة المحشي دي ان ما ملهوش قوي، لازم يكون في فراغات، او ان هو خليه سمكه مش كتير. ليه؟ اقول لكم بقى ليه. علشان خاطر ان الرز ده مع السوا بيزيد معانا في الحجم والممبار نفسه بيكش، ففي الحالة دي هو ممكن يتقطع وهو بيستوي ونلاقي الرز خرج منه والدنيا تبوظ. فهو الأحسن زي ما انتم شايفين معايا كده،
بخليه مبطط شوية، ما بقاش حاشيه بالرز قوي، علشان خاطر الحكايه دي اعمل حساب ان في زياده رز وفي كشاشان من ايه الممبار، يعني حجم الممبار هيقل معايا شويه. دي بقى إيه شكل التاني في الحشوه بعد ما بحط الرز. انا بحب اعمله يطلع معايا زي كور كده، الاولاد او الاطفال الصغيرين بيحبوه جدا بالشكل ده. احنا بنقدر نتحكم في حجم الكورة بالفواصل اللي هنعملها بين الكرة والتانية. اهو شايفين انا بربطها مش لازم تربطيها كويس، انت ممكن نلف اي خيط بسرعة كده فاصل بين ده وده، بحيث ان هي تعمل معايا إيه كذا واحدة. تمام. تابعوا الفيديو كويس، وما تنسوش تتابعونا للاخر، وما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب، عشان انا بحبكم، يا ريت تقدروا تعبي معاكم. نفسي القناة تكبر معاكم وبيكم يا رب دايما. هنقسم الفراغات ما بينهم ونحط الخيط. على فكرة ده في التسوية هنلاقي شكله جميل جدا، ومش عايزة اقول لكم ان الريحة وانا بعمله حاليا قبل السوا كمان اهو، بس ريحته جميلة بجد. ليه؟ لان هو مغسول معايا كويس من البداية. عايزة اقول لكم ان هو كل الفراغات اللي هي عملناها دلوقتي لازم نملاها معانا بالخيط، بحيث ان هو يعمل معايا الدواير، والرز ما يتحركش من مكانه ويدخل على بعضه ويبوظ معانا الشكل اللي احنا بنعمله. لو ده شكلها النهائي. شايفين كمية الرز طبعا مش كتيرة زي ما انتم شايفين عشان ما يبص معايا. هنجيب معانا حلة هنحط فيها مية، ونحط حوالي معلقتين ملح، طبعا ملح حسب رغبتك، فلفل اسود، وهنحط برضو توابل كمون وكزبرة. بتحب اي نوع توابل تانية ممكن تضيفيها عادي. نقلبها كويس ونبدأ نخلي المية، لازم من الاول المية تكون سخنة معايا كويس، ونبدأ ننزل بالممبار بتاعنا. ليه بقى المية سخنة؟ علشان خاطر الممبار بيكون ليه حرف مفتوح، فانا لما هنزل بيه في المية السخنة اول ما بيلمس المية السخنة الحرف ده بنلاقيه قفل او لم مع بعضه، فالرز خلاص كده نضمن ان هو مش هيطلع منه. طبعا وقت السوا بيبقى على حسب سن السن او الحيوان اللي احنا واخدين منه منبار. او لو كبير بياخد معنا وقت شوية للسوا، لو صغير بيستوي معايا بسرعة كده. زي ما احنا شايفين الحرف بتاع المنبار قفل، خلاص احنا هنغطيه ونسيبه بقى يستوي على حسب الوقت اللي هياخده. كده بعد فترة بقى شايفين ما شاء الله ما شاء الله جماله تحفة الصراحة. ده اللي هو الكور اللي كنت بقولكوا عليه، وده اللي هو العادي. صراحة ما شاء الله عليه. خلاص كده هو استوى معايا. كل اللي هنعمله بقى اننا هنجيب طاسة هنحط فيها زيت، ونبدأ ننزل بالممبار بتاعنا، نحمره لحد ما ياخد لون ذهبي. شايفين؟ يعني مش بحط زيت كتير، تحمر معانا لحد ما ياخد اللون الذهبي، ويبقى كده الممبار بتاعنا جاهز على الاكل. بعد ما حمرناه كنا هنعمل حاجة جميلة جدا، وهي نجيب كزبرة وكمون او شوية ملح معاهم ونديله رشة، بيدي ريحة جامدة صراحة، ريحة خطيرة جدا وطعم بيكون لذيذ. وكده نكون خلصنا وصفتنا اللذيذة للممبار. شوفوا قد ايه طلع شكله يفتح النفس. جربوه بالطريقة دي وهتدمنوه ومش هتندموا ابدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. اشوفكم في الوصفة الجاية على خير. يلا باي باي.